أريد يقدم لكم برنامج مصحفي. أريد عيش الإنترنت. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أريد. أريد ديما معكم. فرحتي أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق. فرحتي أنسي رفيقي، عدتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير الخلق أجمعين، شفيعنا يوم الدين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، تقبل الله صيامكم وقيامكم. أهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد من برنامج مصحفي الذي نحاول فيه سوية إيجاد إجابة صحيحة لسؤاله، والذي يقول: من هو أول صحابي جهر بالقرآن الكريم أمام كفار قريش بمكة المكرمة؟ نتعرف إياكم على الإجابة الصحيحة رفقة المواطنين، فما عليكم إلا أن تبقوا معنا. يرتوي قلبي أمانا. احنا بدنا لو نتعرف أكثر على عين دفلة، ماذا يميز هذه المدينة المضيافة وأهلها، وخاصة في شهر رمضان المبارك. في شهر رمضان بالضبط معروفين بأهل الكرم. عين الدفلة أنا موجود، أنا أقطن في بورشد. كل سنة تقريبا عندنا مائدة إفطار في رمضان معروفة سنويا ويوميا في رمضان، يوميا 30 يوما شهر رمضان كله. وعين الدفلة معروفة بالكرم، معروفة بضيافة وإكرام أهل القرآن الكريم، ولذلك موجود فيها كثير من الزوايا. ولاية عين دفلة ككافة الولايات كما نقول القطر الجزائري كامل مضيافة ذات طابع نقدر نقولوا فلاحي، كما نقدر نقولوا فيها زوايا كثيرة، فيها مساجد كثيرة، فيها نشاطات دينية كثيرة، فيها جمعيات اللي راهي تنشط بقوة في الفترة الأخيرة هذه اللي رانا نشوفوا كاين شباب كثير معناتها بدا يتثقف، بدا يعرف، بدا يدخل في الدين تاعو، بدا كما نقولوا كانت الولاية هنا قليل فيها شوية النشاطات هذو. بصح الوقت اللي رانا فيه دوكا نشوفوا جمعيات كثيره، الناس راهي تنشط، الشباب راهي توعى الحمد لله. وكاين كما نقولوا هنايا كاين زوايا كثيره اللي راهي تخرج تلاميذ، يتخرج حفظة القرآن راهم ينشطوا. نشوفوا كاين زوايا كثيره اللي يتخرج الطلبه اللي راهم يصلوا صلاه التراويح بالناس كاين امور كثيره ايجابيه اللي الانسان يطلع بها ويتفائل خير ان شاء الله لهذا المجتمع ان شاء الله. ان شاء الله، وكله يدعو الى التفاؤل ان شاء الله. نطرح لكم سؤال البرنامج، سؤال عدد اليوم اخي الكريم، اللي يقول: من هو الصحابي او من هو اول صحابي جهر بالقرآن الكريم في مكة المكرمة امام كفار قريش؟ اول صحابي جهر بالقرآن الكريم. اول صحابي جهر بالقرآن الكريم امام كفار قريش. نحن نعلم أن الدعوة كانت سرية في البداية. كانت الدعوة السرية، كان مازال ما جهروش بها. الأول صحابي جهر بالقرآن الكريم في قريش كانت له الشجاعة ليصدح بالقرآن الكريم أمام كفار قريش. على ما أظن أبو بكر الصديق. نطرح لك سؤالنا أخي اللي يقول: من هو أول صحابي جهر بالقرآن الكريم أمام كفار قريش؟ أول صحابي جهر بالقرآن الكريم أمام كفار قريش. عمر بن الخطاب. ليس سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن من أوائل أو من الأوائل الذين آمنوا بالدعوة المحمدية. الصديق هو اللي صدق. سيدنا أبو بكر الصديق صحيح كان أول رجل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم.
دخل الإسلام، لكن مش أول صحابي جهر بالقرآن أمام كفار قريش. هذا من أوائل الصحابة الذين آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مش أبو بكر الصديق. أعطيك محاولة ثانية. علي كان طفل صغير، كان أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الصبيان. نطرح لك سؤالنا أخي الكريم اللي يقول: من هو أول صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن الكريم؟ ابن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تقدر تحكي لنا وش تعرف على هذا الصحابي الجليل؟ وكيف جهر بالقرآن الكريم أمام كفار قريش؟ ما عنديش هذا ما نعرف عليه. نعرف باللي هو اللي جهر بالقرآن الكريم. نعلم أنه الدعوة كانت سرية في بدايتها. نعم. كم دامت سرية الدعوة؟ دامت سنين بالضبط، الله أعلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول صحابي كانت له الشجاعة ليصدح بالقرآن الكريم أمام كفار قريش في مكة المكرمة. إجابتك صحيحة أخي الكريم. هنيئا لك، الفوز بهدايا البرنامج. هنيئا لك، نقدم لك هدايا البرنامج. هذا المصحف الشريف تخدمه لك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. شكرا وفيك بركة. الهدية الثانية عبارة عن مصحف مرتل بصوت المقرئ الشيخ محمد ميقاتلي الإبراهيمي برواية ورش عن نافع. والهدية الثالثة عبارة عن لوحة إلكترونية من متعامل هاتف النقال أريد. هنيئا لك وشكرا لكم، بارك الله فيكم. دمتم عاملين للوطن والمواطن. ربي يبارك فيكم على هذا الإكرام والتبيين لقناتكم إن شاء الله. ربي يبارك في العمال، في عمال القرآن الكريم، ودمتم أوفياء للقرآن الكريم. امين يا رب العالمين. السيد كان متردد في البدايه باش يشارك معنا، والان لا باس الحمد لله. شكرا لكم. وعند دفله وناسها كيفاش يقضيوا شهر رمضان الكريم؟ كانوا معروفه بانهم ناس محافظين، وشهر رمضان ما يغتنموا فيه الفرصه. هو شهر العباده، وربي سبحانه مدوا فرصه مره في العام، هاي يغتنموا فيها الفرصة، يقرأوا فيها قراءة القرآن، ينشطوا فيه في العبادة، يزيدوا في العبادة. وهو شهر اللي راح له فرصة فيه يضيع خير كثير إن شاء الله. صحيح. نسأل من الله تعالى توفيق للجميع إن شاء الله، لنا جميعا. نطرح سؤالنا، سؤال حلقة اليوم، والذي يقول: من هو الصحابي أو من هو أول صحابي جهر بالقرآن الكريم أمام كفار قريش؟ أول صحابي كانت له الشجاعة. الله أعلم، على حسب معلوماتي هو أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إجابتك صحيحة. وش تعرف على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود؟ هو حبر ومن أصحاب رسول الله، وكان أنه إنسان ضعيف البدن. ومر على خطر، مر من الصحابة أنه كان متعلق في شجرة، قعدوا الصحابة يمزحوا به على أنه عنده رجلين ضعاف. قال لهم النبي عليه السلام: والله إن رجلين عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أحد. إجابتك صحيحة أخي الكريم، هنيئا لك. الفوز بهدايا برنامج مصحفي. هذا المصحف الشريف الذي تقدمه لك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مشكورة. جزاكم الله خير. شكرا لك. شكرا. وبالإضافة إلى مصحف مرتل بصوت المقرئ الشيخ محمد ميقاتلي الإبراهيمي برواية ورش. جزاكم الله خير. شكرا. الهدية الثالثة عبارة عن لوحة إلكترونية من متعامل هاتف النقال أريد. جزاكم الله خير. نعم. الله يبارك فيكم، ربي يبارك فيكم ما شاء الله، الله يحفظكم، ورب جزاكم الله خير واحسن الله اليكم، بارك الله فيكم. شكرا لك وشكرا لكل اهل عين دفله على حسن الضيافه، نشكرهم جميعا، نتمنى لهم رمضان مبارك ان شاء الله. شكرا. رمضان ان شاء الله، هاي وان شاء الله يكون خير على الاسلام وعلى المسلمين وعلى جميع، وعلى بالاخص على الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي.
بداية المرحلة الأولى للإسلام كانت من ضعف، ثم كان يشتد عودها يوما بعد يوم. لكن الأمر يتعلق بأول ما نزل من القرآن الكريم، أي بداية القرآن الكريم، من يستطيع أن يجهر بالقرآن في وسط قريش أو المعادين للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. فكان ذات يوم جالسون أو في مكان يتكلمون في بينهم من يستطيع أن يجهر بالقرآن الكريم في وجوه قريش أي المعادين للإسلام. فكان أول من رفع يده بأن قبل هذا الدعوة بأن يجهر بالقرآن الكريم هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي عرف عنه بهذه الوقفة البطولية التي كان قد مثلها في رفعه وجهره للقرآن الكريم بنوادي مكة، أي في وسط الكعبة. قد رأت فيه الحياة وشفاء ودواء للذي الله يبارك فيك. ربي يبارك فيكم. صحيح. إلى هنا مشاهدينا الأكارم تنتهي رحلتنا معكم في مدينة عين الدفلة عبر برنامج مصحفي. نلتقي غدا بحول الله في مدينة جديدة ومع معلومة جديدة. تقبل الله صيامكم، صح فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وله الروح تلبي. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أوريدو. أوريدو ديما معكم. قدم لكم أوريدو برنامج مصحفي. أوريدو، عيش الإنترنت.